زيزو بيستعبط نادي الزمالك يا جماعه. كان من ساعه كده زيزو بعت ميل رسمي لاداره الزمالك بيقول فيها ان هو ما عندوش مانع ان هو يحضر التحقيق ويحضر التدريب. طبعا الكلام ده ظهر دلوقتي ليه؟ عشان النهارده كان ميعاد اخر تحقيق اللي هو التحقيق الثالث اللي المفروض الزمالك يعمله عشان يبقى ماشي صح في الاجراءات. حلو. طيب زيزو ما جاش، فقال لك ايه بقى كده؟ الزمالك هيشتكيني. فقبل ما الزمالك يشتكيني انا بعت لهم اقول لهم انا ما عنديش مشكله يا جماعه اجي التحقيق واجي التدريب. فطبعا انا كنت متخوفه ان الاداره تمشي على عمو والكلام ده، بس خلاص لسه نازل دلوقتي ان الزمالك بعت شكوى رسميه للجنه الانضباط فيها ملف زيزو كله، من اول بقى ان هو ما حضرش التدريب بقاله حوالي شهر تقريبا دلوقتي، غير كمان ان هو ما جاش التحقيق ولا الاول ولا التاني ولا التالت. طب هو كده لحد دلوقتي احنا ماشيين قانوني، كل شيء في صالحنا. طيب اي حاجه بقى دلوقتي الزمالك يعملها ان هو يمشي في الشكوى بس، ما يردش على زيزو خالص، زي ما هو ما ردش علينا ساعه ما بعتنا له الانذار الاول والتاني والتالت وبعتنا له مواعيد التحقيق، احنا كمان ما نردش عليه. خلاص احنا خدنا الاجراءات ومشينا فيها، يا ريت بقى نكملها صح. ويا ريت عمرو الادهم اللي ماسك ملف ال القضايا والحاجات دي كلها يركز،